يا ساقي الورد رشا من لهيب السموم، يا ساقي الورد رشا من لهيب السموم، خله بعيد عن العالم بجو اللطيف، خله بعيد عن العالم بجو اللطيف. الورد لابد ما تسقيه يوما بيوم، الورد لابد ما تسقيه يوما بيوم، حاول تراعي ظروفه. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة جنى الإعلامية. نرحب بكم اليوم مع أحد ضيوفنا الكرام، نتعرف عليه. اسمك الكريم؟ فهد عواض العتيبي. ونعم أستاذ فهد، أنت من سكان الطائف؟ نعم. حضرت مهرجانات بالطائف؟ حضرتي. أي المهرجان اللي حضرتها؟ مهرجان الورد في حديقة الملك فيصل. ممتاز. طيب هل أعجبك المهرجان الورد الطائفي؟ نعم، وفيه تطور في المهرجان، كل سنة يتطور أفضل من قبل. طيب هل الورد الطائفي بس ورد ولا في مشتقات له؟ في مشتقات له. اشتريت من المشتقات هذه؟ مشتقات اشتريت منها. نعم. زي دهن الورد الطائفي. ممتاز. والصابون الطائفي وخلط الطائفي. ممتاز. يعني عندك فكره كامله عن المهرجان الطائف. طيب احنا عندك السنه هذه فكره عن فين حيقام هذا المهرجان؟ نعم. فين يقام؟ في قرية الشعلة. متى موعده؟ يوم 17. يوم 15 بهذا الشهر، يوم 15/7 في قرية الشعلة إن شاء الله. بتحضر إن شاء الله وذكر الموجودين من أصحابك من زملائك من معارفك بإذن الله. الله يسعدك وتنورنا والساعة المباركة. أعطينا نعطيك وردة من ورد الطائف. تسلم. تفضل. شكرا. الله تعرف عليك. اسمك حبيبي؟ ايوه. اسمك؟ ايوه. نكون مع أحد الضيوف اليوم معنا. تعرف عليك عمي؟ رب نواز. رب نواز. من فين حبيبي؟ باكستاني. من باكستان. أنت تشتغل بالطائف؟ ايوه نعم. طيب ايش رايك بالطائف؟ الحمد لله جو ممتاز. أعجبك الطائف؟ الحمد لله. طيب أنت حضرت مهرجانات يا عمي؟ أول مرة. أول مرة. إيه؟ ما حضرت مهرجانات بالطائف؟ لا ما رحت. سمعت عن مهرجان الورد بالطائف؟ لا ما سمعت. طيب إن شاء الله عندنا موعدنا في مهرجان الورد الطائفي، حيقام يوم 15/7 في قرية الشعلة. في قرية الشعلة. تنورنا والله يحييك يا عمي. تسلم يا عمي. شكرا لكم. خذ نعطيك وردة من ورد الطائف. الله يحييك. تسلم. أيضا أمور الصغير نعطيها وردة. تفضل تفضل. الله يستر. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نرحب بكم اليوم مع أحد ضيوفنا الكرام ونقول نتعرف على اسمك الكريم. علي دويس. علي دويس. من فين يا علي؟ من مكة. ونعم بأهل مكة. نورتنا يا أستاذ علي. حياك الله. الله يحييك. إيش رأيك بالطائف؟ والله ما شاء الله جواها جميلة صراحة. طيب حضرت مهرجانات أستاذ علي بالطائف؟ والله يعني السنة اللي راحت نعم حضرت مهرجانات. مهرجان إيه؟ يعني المهرجان اللي جهة الجبل الأخضر وكذا. لا عندنا مهرجان إن شاء الله، وأحلى مهرجان بالطائف هو مهرجان الورد الطائفي. حيقام إن شاء الله في 15/7 في قرية الشعلة بإذن الله. حيستمر 15 يوم، وإن شاء الله تنورنا يا أستاذ علي. إن شاء الله بإذن الله. توعدنا إن شاء الله تحضر أنت والأهل والأقارب والمعارف. هو كل سنة ينعمل بس أنا ما قد حضرت، ولكن إن شاء الله السنة هذه نذكرك في 15/7 في قناة في قرية الشعلة. لا زلت مستمر معنا حتى تشاهدها في قناة جنة الإعلامية. نرحب بك ونعطيك وردة من الورود، ورد الطائف. الله يحييك. تنورنا طبعا. أسعد الله مساكم. نرحب بكم اليوم معنا أحد الضيوف الكرام ونتعرف عليه. اسمك الكريم؟ محمد اليافعي. ونعم. فين يا استاذ محمد؟ زود من جدة. من جدة. نورتونا يا اهل جدة. حضرت مهرجانات بالطائف يا استاذ محمد؟ والله ما سبق وحضرت في الطائف للاسف. طيب نرحب بكم ان شاء الله يا استاذ محمد، ونقول لكم عندنا مهرجان الورد الطائفي حيقام ان شاء الله في قرية الشعلة بالطائف 15/7. نبغى توعدونا ان شاء الله تحضرون. ان شاء الله باذن الله حاضرين ان شاء الله. طيب عندك فكرة عن مشتقات الطائف ايش هي؟ مشتقات ايش المقصود يعني الاماكن لا مشتقات الورد الطائفي. الورد الطائفي لا ما عندي فكره، لكن الطائف مشهوره بالزراعه. الرمان مثلا مشهور. احنا نتكلم عن الورد الطائفي. عندنا دهن العود الطائفي، وعندنا مويه الورد، وعندنا الصابون، وعندنا اشياء كثيره حتشوفها مشتقات الورد. وحيكون عندنا مهرجان طيب ان شاء الله بيحضرونه الجهه الطيبه اهل مكه وجده، وتنورنا طال عمرك. ونعطيك حاجه بسيطه من ضمن مهرجان ورد الطائف، وشرفنا طال عمرك. هالجده ملاحظه واحده بس، يعني بالنسبه للحديقه هذه حديقه جميله ما شاء الله، والعوائل تتجمع هنا وكذا، بس الملاحظ انه في مشكله في التوقيت. يا حبذا لو يراجعوا البرنامج تبع الحديقه
بحيث انه يكون وقت اطول، وخاصه في نهايه الاسبوع. زي اليوم مثلا الساعه 11 ابتدوا يعلنوا مغادره الناس، لو يمددوها ل 12 او للساعه 1 يكون اجمل وافضل. اول شيء نتشرف بك ونورتنا يا استاذ محمد، فرصه سعيده، ولا تنسى انه في قناه جنة الاعلاميه ان شاء الله يوم الاحد على اليوتيوب باذن الله حتشاهدها باذن الله. وانت طيب، بارك الله فيك، شكرا. تسلم. السلام عليكم. الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم، نرحب بكم اليوم مع احد الوجيه الطيبه معنا. نتعرف على اسمك؟ معك علي الشمراني. ونعم استاذ علي. طيب استاذ علي، انت من هالطائف؟ اي صحيح. قد حضرت مهرجانات بالطائف؟ اي كثير. ايش اخر شيء حضرته؟ حضرت المهرجانات اللي كانت متواجده عندنا هنا في حديقه الرده اللي هي في الصيفيه. ممتاز. طيب قد حضرت مهرجان الورد الطائفي؟ حضرته يمكن مرتين او 3 مرات اللي كان في حديقه الملك فيصل. ممتاز. ايش رايك في المهرجان؟ صراحه ابداع. ابداع. طيب ولو اقول لك ان شاء الله حيكون في ابداع زياده كمان، حيكون معنا في مهرجان قريه الشعله باذن الله في 15/7. أبسألك عن سؤال مهم جدا، مشتقات الورد تعرفها؟ لا والله للاسف. مرة؟ احرجتني. طيب لا، مو احراج، انا بقول لك انه في مشتقات الورد، دهن العود صح؟ اي عندك دهن الورد ومويه الورد. ومويه الورد صحيح. والصابون. طيب منتجات، هذه منتجات صح؟ اي صحيح. طيب اسعدتنا والله يا استاذ، ان شاء الله تشرفنا باذن الله في 15/7 في قريه الشعله. على نذكرك بالمنظمين، وهو شركة صالح الحنيس، وأيضا الأستاذ خالد وشركة خالد كمال للورد الطائفي. وأهلا وسهلا بكم جميعا، رحب بكم. الله يحييك. انتم عندنا هنا في المنتزه، وإن شاء الله نستضيفكم في أي وقت. شكرا طال، شكرا، الله يديك الصحة والسلامة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم مع أحد الأخوان الموجودين الآن أمام حديقة الردف. نتعرف على اسمك؟ فهد عبد العزيز. استاذ فهد، انت من سكان الطائف؟ ايوه. طيب استاذ فهد، انت حضرت مهرجانات بالطائف؟ للاسف لا. لا. طيب عندك فكره عن مهرجان الورد الطائفي؟ برضه ما قد رحت والله. ما قد رحت له. طيب احنا حنذكرك ونعلمك انه ان شاء الله حيكون عندنا مهرجان الورد الطائفي السنه هذه ب 15/7 في قريه الشعله باذن الله. حتشاهد المهرجان بافكار جديده وبمنتجات حلوه جدا، وما حد يكره الورد الطائفي صح؟ صح مزبوط. طيب لو سالتك عن الورد الطائفي منتجات له، عندك فكره؟ لا لا والله ما عندي. دهن العود وايضا الورد صح ولا لا؟ المنتجات صح؟ مزبوط. ولا صابون صح؟ ايش دخل الصابون في اشياء كثيره حلوه حتشوفها تشاهدها. طيب تنورنا استاذ، ان شاء الله تعودنا تحضر معنا باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله يحييك، تنورنا حبيبي، الله يجزاك بالخير. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساءكم، ونرحب بكم اليوم مع الوجيه الطيبه، ولا زلنا مستمرين في التغطيه الاعلاميه للمهرجان الورد الطائفي. نتعرف على الوجه الطيب معنا لو سمحت. طايل بن دحمس الخديدي. ونعم يا عم طايل. انت من اهل الطائف؟ نعم من اهل الطائف. حضرت مهرجانات بالطائف يا عم طايل؟ نعم. ايوه. طيب وش رايك في مهرجان الورد الطائفي؟ طبعا الورد الطائفي هذا شيء معروف طال عمرك، ورد الطائفي، لانه اكثر ما يزرع في الطائف وجبال الهدى بالذات، والورد الطائفي هذا له ميزه خاصه. نبغى نعطي الجمهور فكره عن مشتقات الورد الطائفي. والله مشتقات الورد الطائفي يؤخذ من الورد الطائفي طال عمرك دهن العود، وكذلك مويه الورد، هذا اللي تؤخذ من الورد الطائفي، وشيء معروف يعني وقيمته غاليه يعني. ممتاز. طيب انت عندك فكره عن السنه هذه اين يقام مهرجان الورد الطائفي؟ والله السنه دي والله ما ادري فين يقام، لكنه كل سنه يقام، واكثر ما يقام في حديقه الملك فيصل. ممتاز. احنا جينا نبلغك انه مهرجان الورد الطائفي حيقام في قريه الشعله، والمنظمين شركه صالح الحليس، وايضا شركه خالد كمال للورد الطائفي. نعم معروفه في طريق الدائري. ان شاء الله حيكون في 15/7 باذن الله، 15/7 الى 30/7 ان شاء الله. تشرفنا انت والعائله والحبايب، ونبغاك تنورنا يا استاذ طايل. ان شاء الله وبعد جيتونا هنا نوجه لكم عزيمه. الله يحييكم، عزيمتنا شوفت وجهك الطيبه يا استاذ طايل. ايوه نوجه لكم عزيمه والله. عزيمتنا شوفتك وجيتك لنا ان شاء الله وانت طيب. نشوف صاحبك اللي جالس معاك اليوم. نتعرف عليك يا استاذي، معلش اسمك كريم؟
عواض بن حامد الخديدي العتيبي. ونعم يا عماد. طيب انت حضرت مهرجانات الطائف وعندك خبر عن مهرجان الورد الطائفي. نعم. طيب ايش رايك مهرجان الورد الطائفي؟ والله مهرجان الورد الطائفي شيء جميل جدا، وهذا احد الاشياء اللي يعني تعطي سمعه الطائف الطيبه، سمعه الطائف الورديه وللمصيفين وللزائرين. وورد الطائفي الحقيقه من اشهر انواع الورد في العالم اللي حسب ما اعرف انا. ومن هذا المنطلق انا اوجه التحيه للاستاذ خالد كمال وللشيخ صالح الحليس. الله يسعدك، وان شاء الله سعيدين بتشرفكم لمهرجان الطائف الورد الطائفي، والورد الطائفي لاهل الطائف وللمسلمين كافه. نعم، ونحن بهذا المناسبه برضه ندعوكم لزيارتنا في منطقه بني سعد، فهي فيها ورد وفيها العنب وفيها جميع الفواكه. قبل أن نحضر بني سعد كلهم ورد. الله يسلمك، هذا من طيبك. فرصة سعيدة طال عمرك، وإن شاء الله نتقابل معكم إن شاء الله في مهرجان الورد الطائفي. سعداء بوجودكم، حياك الله. مع السلامة، شكرا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم معنا أحد الضيوف الموجودين معنا في بعض حدائق الطائف، إن حبينا نسأله لو سمحت الاسم الكريم. سلطان الهيفاني. ونعم أستاذ سلطان، أنت من أهل الطائف أستاذ سلطان؟ أيوه من أهل الطائف. نبغى بطاقتك الشخصية كاملة. سلطان هلال محمد الهيفاني، من مولد الطائف، من محافظة الطائف، من سكان قرية الوهط، وعايشنا بالطائف. طيب يا استاذ محمد، سلطان، انت حضرت مهرجانات بالطائف؟ ايوه كده حضرت مهرجانات في الردف وفي سوق عكاظة. طيب حضرت مهرجان الورد الطائفي؟ ايوه حضرته. وين حضرته؟ حضرته في سوق عكاظة. لا، وكان من المهرجانات اللي دائما تقام في مهرجان حديقة فيصل. حديقة فيصل. ايوه. طيب انت تدري السنه هذه فين حيكون ان شاء الله؟ والله لين الحين حتى الان. مهرجان الورد الطائفي ان شاء الله حيكون في قريه الشعله في الخط الدائري باذن الله، ونتمنى انك تشرفنا انت والعائله. طيب لو سالتك حبيبي بالنسبه للورد الطائفي مشتقاته. والله الورد الطائفي هو يعني من دهن الورد الحاجات والله اللي من مويه الورد. طيب حبينا اول شيء نعرفك على مكان موقع مهرجان الورد الطائفي في قريه الشعله، ان شاء الله حيكون في 15/7 وحينتهي في 30/7. نبغاك تشرفنا انت والعائله باذن الله. باذن الله نزوركم ونساهم معاكم في اللي نقدر عليه. الله يحييكم ونشجعكم. والورد الطائفي عاد معروف ما يحتاج من قديم، وياخذونه هدايا، وبرضه كمان في سعره مرتفع شويه من 1500 لين حتى 5000 التوله. هذا من طيبه يعني؟ اي من طيب، ومن طيب ريحته وثباتها وكله. شكرا يا استاذ سلطان، بيض الله لكم. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرحب بكم اليوم للتغطيه الاعلاميه بخصوص الورد الطائفي، ومعنا احد الضيوف اليوم. نرحب فيك، تعرف على اسم الكريم. منصور الزهراني معك. ونعم استاذ منصور، انت من اهل الطائف؟ نعم من اهل الطائف. اعتقد انك حضرت مهرجانات بالطائف استاذ منصور. اكيد مهرجانات الطائف ما شاء الله يحتفل بعديد المهرجانات. حضرت ما يسبقني بالذكر مهرجان الرمان الطائفي في حديقة الشعلة الأخير. نعم، من نجاح الرمان مهرجان الرمان إن شاء الله حيكون في أنجح وأفضل مهرجان الورد الطائفي، حيكون إن شاء الله في 15/7. فنبغى تعطينا فكرة عن الورد الطائفي، هل عندك فكرة عنه؟ أكيد طبعا، احنا في مدينة الورد عروس المصائف الطائف. الطائف تحظى حديقة الكثير من الحدائق والاهتمام، متمثلة في الغرفة التجارية ووزارة الإعلام بالطائف ما مقصرين، فالأستاذ محمد الزهراني المتحدث الرسمي لمهرجانات الطائف، والطائف يعني محسود إن شاء الله بأهله. طيب عندك فكرة عن منتوجات الطائف، منتوجات الورد الطائفي؟ والله الورد كثير. أول شيء الطائف أهله ورد، ثاني شيء فيه الجوري وفيه أنواع الورد الطائف. أنت تمشي في كل مكان الحين في كل شوارع الطائف تلقى الورد ألوان وأشكال. طيب حبينا نذكرك إن شاء الله حيكون في مهرجان الورد الطائفي، حيكون في 15/7 وينتهي إلى 30/7 إن شاء الله، وحتكون معنا أنت والعائلة الكريمة والله يحييك. بإذن الله، نتمنى لكم التوفيق. شكرا، لازلنا بالتغطية الإعلامية لمهرجان الورد. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم اليوم مع أحد الأخوان الموجودين معنا في منتزه الحلو ذا والجميل. نرحب فيك ونتعرف عليك. سلطان معك، والجميل أنت ووجودك في الكاميرا. الله يحييك. أول شيء نرحب فيكم في قناة جناء الإعلامية، وبخصوص اليوم جلوسنا معاكم أو وجودنا معاكم اليوم بخصوص الورد الطائفي. عندك فكرة عن الورد الطائفي أو مهرجان الورد الطائفي؟ والله فكرته محدودة عندي، بس إنه أسمع عن الورد الطائفي مرة جميل، وأنا حاب أشارك معكم في الورد الطائفي هذا الجميل. أنت شوفك مشتاق للوردة، حأعطيك وردة. طيب حأعطيك وردة. طيب لو سألتك سؤال، هل بس إنه مهرجان للورد بس ولا في مشتقات الورد؟ أكيد ورد وزهور وياسمين. لا، نتكلم على الورد الطائفي. هل أنت عندك خبرة عن الورد الطائفي؟ هل هو بس ورد الطائفي ولا في مشتقات وراه؟ في مشتقات أكيد. زي موية الورد. ممتاز. زي مخلوط. الدهن. ممتاز. عطور. غيره. جست. ممتاز. ايضا لا تنسى الصابون والمناديل واشياء كثيره من منتجات الورد الطائفي. رحب بك. طيب عندك خبر السنه هذه متى حيقام؟ لا والله. طيب اذكركم واذكر اخواننا الموجودين معنا انه يوم 15/7 حيقام الورد الطائفي او مهرجان الورد الطائفي في قريه الشعله في مدينه الطائف، الخط الدائري. طيب كيف حيكون الدخول او شيء مدينه الشعب؟ الدخول ان شاء الله حيكون مع الشعب السعودي والعربي والمسلم، وان شاء الله في منظمين الاخوه المنظمين في المهرجان مجموعه الحليس التجاريه، وايضا الاستاذ خالد مؤسسه شركه خالد الورد الطائفي حينظمون تنظيم ممتاز يختلف عن تنظيم السابق. ونرحب بكم ونعطيك احلى ورده، تستاهل احلى ورده استاذي. لا طيب للاسف ما شفت ولا اي مهرجان؟ لا. يعني تحس بالمهرجانات انها حتقيم في الطائف؟ اكيد. ايوه. طيب سمعت مهرجان الورد الطائفي؟ لا والله اول مره. اول مره؟ اول مره. انت من الطائف؟ من الطائف، بس ما اروح مهرجانات ولا شيء. لا ان شاء الله حتشوف المهرجان اللي جاي باذن الله، مهرجان الورد الطائفي وانت طيب باذن الله. لا زلنا مستمرين اخواننا المشاهدين مع الاخوان الطيبين. شكرا. لا زلنا مستمرين بالتغطيه الاعلاميه بخصوص مهرجان الورد الطائفي مع احد ضيوفنا الكرام. رحب بك ونتعرف عليك. اسمك؟ محمد كامل. ابغى صوت لو سمحت. محمد جابر. محمد كامل. محمد كامل. من فين؟ من مصر. احلى ناس، منور. تعرف عليك؟ يوسف اشرف من مصر. من مصر. طيب يا استاذ احمد، انت حضرتوا مهرجانات بالطائف؟ لا لسه. كم لك سنه بالطائف؟ لا من زمان، بقالي 15 سنه يعني. ما حضرت اي مهرجان؟ لا والله. ولا سمعت باي مهرجان؟ لا سمعت بس لسه ما حضرتش. طيب حنا نرحب بك ونقول يا هلا فيك، الساعه المباركه تنورنا في مهرجان الورد الطائفي في قريه الشعله يوم 15/7، وحيستمر معنا 15 يوم الى 30/7، وتشرفنا انت والصحبه الحلوه. ان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله. ايضا لازلنا نستمر ونعطيك من الورد الطائفي احلى ورد معنا. ورد الطائف، هذا الورد الطائفي، هات يا بابا. وهذا الورد وان شاء الله نشوفكم وانتم طيبين. انت عندك فكره عن المهرجان السنه هذه؟ لا والله ما عندي. ان شاء الله حيكون المهرجان في حديقه الشعله. وطيب لو سالناك سمعت فكره عن منظمين لهذا المهرجان؟ لا والله. نذكرك انه مجموعه الحليس التجاريه، وايضا الاستاذ خالد كمال شركه الاستاذ خالد كمال للورد الطائفي، وان شاء الله حيقام في 15/7 شهر 7، وينتهي ان شاء الله في اخر 7 في 30/7. وسعيدين بوجودك. الله يحييك. القائمين على البرنامج هذا يعطيكم العافيه. طيب ورد الطائفي يعطيك ورده طال عمرك تقبلها منا، تفضل. الله يديك الصحة. تسلم. ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. نرحب بكم اليوم، لازلنا في التغطية الإعلامية لمهرجان الورد الطائفي. نتعرف على الشباب الوجيه الطيب اللي معانا اليوم. نتعرف عليك حبيبي. عبد الرحمن ضيف الله شداد المنجومي. ونعم. اسمك؟ ناصر المالكي. ونعم. اسمك؟ صايل المالكي. ونعم. اسمك؟ بدر المنجومي. طيب عندكم فكرة عن مهرجان الورد الطائفي؟ مهرجان الورد الطائفي والله ما قد رحت له، بس يعني قد راحوا يعني الناس اعرفهم يقولون انه يعني مهرجان يعني زين وفي يعني من التراث القديم وفي يعني من ممتاز. وش عندك فكره عن مهرجان الورد؟ ما عندي شيء. وانت؟ نفس الحركه. طيب اول شيء نرحب فيكم كشباب وعزيزين وغاليين علينا، وانتم احد ابنائنا. عندنا ان شاء الله مهرجان حيقام في 15/7 في قريه الشعله، بس المهرجان ذا مهرجان عوائل.
حيكون في مهرجان المشتقات الورد الطائفي، وفي صابون وفي دهن الورد وفي مويه الورد وفي مهرجان فرق شعبيه وفرق حاجات. حيكون احلى مهرجان بالطائف ان شاء الله. تنورونا توعدونا باذن الله في 15/7 في قريه الشعله. نذكركم ان شاء الله ان يكون هذا المهرجان قائم عليه مجموعه الصالح الحليس، وايضا شركه الاستاذ خالد كمال للورد الطائفي، ونتشرف بالوجهه الطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لازلنا معكم بالتغطيه الاعلاميه بخصوص مهرجان الورد الطائفي. نرحب بكم ونرحب باطفالنا الحلوين اليوم معنا في احد حدائق مدينه الطائف. تعرف عليك حبيبي الاسم الكريم؟ عبد الرحمن الزايدي. تعرف عليك؟ عبد الرحمن. ابراهيم عمر محمد عثمان الزايدي. ونعم. عيسى ناصر عيسى العمري. ونعم. ارفع صوتك. فهد عبد الله غازي الحافي. ونعم. ارفع صوتك. ريان عبادي. ونعم. يلا. اياد عبد الله غازي الحافي. ونعم. عبد الرحمن الزايدي. طيب حبايبي، انتم حضرتوا مهرجانات كثيره صح ولا لا؟ مهرجانات كثيره بالطائف. من اللي حضر مهرجان الورد الطائفي؟ فين؟ ها؟ نسيتها والله. نسيتها. طيب ان شاء الله السنه هذه حيكون عندنا مهرجان الورد الطائفي، في العاب وفي مسابقات وفي ورد وفي اشياء حلوه حنشاهدها ان شاء الله في حديقه القريه الشعله. عارفين قريه الشعله اللي في الخط الدائري؟ حتكون ان شاء الله الموعد يوم 15/7. 15/7 باذن الله حيكون معنا ورد ومسابقات والعاب. وانا اليوم جاي خصيصا انا والمصور استاذ مالك بخصوص ترويج للمهرجان الورد الطائفي، لكن اضيف على هذا ما دام وصلتوا معنا انا بلعبكم الان، اوكي؟ بلعبكم اللعبه كذا سريعه، وبعدين ان شاء الله حنكون في المهرجان في العاب كبيره، اوكي؟ اتفقنا؟ طيب حنستمر بالتصوير ولا نخلي بدون تصوير يا استاذ؟ عادي؟ طيب بسم الله. الان نبغى نبدا معاكم. اذا انت تقول واحد، قول واحد. واحد. طع. طع. اثنين. طع. اثنين فش. اثنين فش. ثلاثة. ثلاثة. طع. طع. أربعة. فش. خمسة. طع. ستة. فش. سبعة. طع. 8. فش. يلا نبدا بسم الله. واحد. واحد طع. اثنين فش. وثلاثة طع. أربعة فش. أربعة. يلا طلع معلش. يلا بسرعة. بسم الله. واحد. واحد طع. واحد. اثنين فش. واحد. اثنين فش. يلا بسرعة سريع سريع. واحد طع. اثنين. يلا اوكي بسرعة بسرعة يلا. واحد. واحد طع. اثنين طع. يلا بسرعة 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 سريع. يلا ها. واحد. واحد طع. ننسى. ايه؟ بسرعة ابغى سريع. واحد طع. اثنين طع. تفضل. بسرعة. واحد طع. اثنين فش. اثنين طع. ثلاثة طع. واحد طع. اثنين فش. واحد طع. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مستمرين معكم بالتغطية الإعلامية بخصوص مهرجان الورد الطائفي، ومعنا الشابات الحلوات الصغار الشباصات. نتعرف عليكم واحدة واحدة. الأمير اسمك؟ شهد. ارفعي صوتك. اسمك؟ هند. هند. شمس. شمس. شذل. شذل. طيب أنتم تعرفون الورد الطائفي؟ تعرفون الورد الطائفي؟ حضرتوا المهرجان حقه؟ لا. من حضر المهرجان؟ أنت فين؟ والله ما ادري لك. ما تدري. طيب عموما ان شاء الله حيكون معنا المهرجان الورد الطائفي في حديقه الشعله في 15/7 الى 30/7. 15 يوم حتكون معنا وتنورونا في العاب في منتجات للورد الطائفي، وحنشم ريحه الورد الطائفي حيفوح علينا. وانتم عندنا اليوم ورود صح ولا لا؟ طيب نبغى نلعب معاكم لعبه. ايش لعبه احلى لعبه تلعبوها؟ حركه. طيب انا بسوي معاكم حركه حلوه، اوكي؟ حط يدك على خشمك، حط يدك على راسك، على بطنك، على عينك. طيب حنشوف لما نقول عين حط يدك على عينك، راس، بطن، ظهر، بطن، بطنك فوق. حنخرج. اوكي خلاص اتفقنا. يلا بسم الله. راس، بطن، ظهر، كرشه، راس، عين. صفقوا لهم، اعطوهم تحيه، صفقوا لهم، خليهم ينبسطون البنات. يلا حنستمر بسرعه. يلا راس، بطن، عين، ظهر، راس، بطن، يد، كرشه، راس، بطن، ظهر، كرشه. حلو. شو رايك كرشه فوق؟ تعال صفقوا لها. يلا نبغى نشوف الثلاثه. انا الان بعطيكم اللي بتفوز معي 10 ريال، انا من جيبي انا بعطيه 10 ريال، اوكي؟ ونشوف الشاطر. يلا راس، بطن، اذن، عين، بطن، رجل،
تفضل. يلا باقي الحلوين شطار. اسمك؟ شمس. شمس. واسمك؟ شدن. شدن. نشوف شمس ولا شدن يا بسرعة. راس، بطن، يد، أذن، عين، أنف، بطن، ظهر، كرشة. ونعم أحلى. اسمك إيه؟ شدن. شدن. واليوم نعطيها تستاهل 10 ريال من عمو خالد. أوكي؟ طيب نشوفكم إن شاء الله في المهرجان، وهذه أحلى 10 ريال تستاهلي. وفرصة سعيدة يا اخوان، وسامحونا على اللحظات البسيطة، وان شاء الله موعدنا في مهرجان الورد الطائفي في قرية الشعلة في 15. واللي شبيه الورد لا يهدي الورد، يهدي رفيق طلة وابتسامة. واللي شبيه الورد لا يهدي الورد، يهدي رفيق طلة وابتسامة. اللي شبيه الورد لا يهدي الورد، يهدي على وجه الصباح ابتسامة. اللي شبيه الورد لا يهدي الورد، يهدي على وجه الصباح ابتسامة.